كيكة الليمون المنعشة بجد من احلى الكيكات اللي ممكن هتجربوها بجد. منعشة جدا، طعم الليمون فيها حاجة كده في منتهى الجمال، وريحة الليمون لذيذة جدا وسهلة. وكمان هنعملها بطريقة بسيطة ومكونات متوفرة في كل بيت زي ما اتعودتوا في كل فيديوهاتي، وما شاء الله من جوه هشة جدا وفاتحة. وازاي اقول لكم الكيكة تطلع معاكم هشة وفاتحة كده بالشكل ده، وتطلع معاكم كده مظبوطة على الشعر ما تعجنش منكم. واقول لكم كل اسرار التسوية. شايفين ما شاء الله هشة جدا. هنعمل معاها كده صوص لذيذ كده يتقدم معاها من فوق بالليمون برضو. لكل عشاق الليمون هيحبوا الوصفة دي، وهي اصلا وصفة كده غنية ومنعشة وحلوة جدا مع كوباية الشاي، بجد هتبهركم. اتفرجوا بقى على الفيديو للاخر عشان تعرفوا الوصفة بالتفصيل، واعملوا لايك واشتراك في القناة، ويلا نسمي بسم الله ونبدأ في المقادير. اول حاجه كده محتاجاها هنحضر المكونات الجافه بتاعتنا. محتاجه كوبايتين من الدقيق، والدقيق كده يكون منخول كده معايا، انا بنخله كده بالشكل ده. كوبايتين كده من الدقيق. معايا كمان هنا 3 معالق كبار من النشا، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر، معلقه كبيره كده هرميه او كيس من البيكنج باودر، ورشه من الملح، واقلبهم كويس جدا مع بعض دول واركنهم على جنب. هنحضر باقي المكونات في الخلاط، وزي ما انتم شايفين اقتصاديه وسهله، ومش هنستخدم بقى فيها مضرب كهربائي. هجيب كده كوبايه من السكر الابيض، معاه كمان معلقه كده كبيره من بشر الليمون، يعني دول حوالي كده كانوا 3-4 ليمونات كده مبشورين. باخد بس القشره اللي من بره، مش باخد الابيض، وبحطهم كده على السكر بالشكل ده كله في الخلاط. واحط كمان 2 بيضه. وكل المكونات ضروري جدا تكون برضو بدرجة حرارة الغرفة. هحط كده 2 بيضة، وهحط برضو شوية من فانيليا، وممكن تستغني عنها، ولكن يعني علشان نضمن ان مفيش زفارة البيضة. وكده كده حاطين ليمون وبشر ليمون، فكده كده مستحيل يكون في زفارة. هحط كمان كوباية من الحليب، نص كوباية من الزيت، وكل المكونات دي كده مع بعض حطيناها في الخلاط. هحط بعد كده حوالي ربع كوباية او تلت كوباية كده من الليمون، على حسب انتي بتحبيه نكهته قوية ازاي. يعني دول كانوا حوالي 5-6 ليمونات كده كبار، عصرتهم وادوني حوالي ربع كوباية من عصير الليمون. ببدأ ان انا احطهم في الخلاط واضربهم كويس جدا 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 مع بعض في الخلاط، بحيث ان اتأكد ان المكونات كلها تجانست مع بعض، والسكر دايب، والخليط بقى هش وفاتح بالشكل ده. هجيب بعد كده بقى الدقيق بتاعنا اللي انا كنا محضرينه في البداية، اللي هي المكونات الجافة، واحط عليها الخليط دوت، وادوبهم كده مع بعض، اقلبهم كويس جدا، واتاكد ان الدقيق اتوزع في كل الخليط. شايفين شكله؟ هوريكم برضو القوام المثالي للكيكه بتاعتنا. شايفين هو القوام دوت؟ امشوا على المقادير بالمظبوط، هتطلع معاكم احلى كيكه ممكن تجربوها. لو مش بتحبوا الليمون ممكن تقدروا تستغنوا عن الليمون، تحطوا بدال عصير برتقال، او ما تحطوش اي حاجه، وتبقى كيكه فانيليا اللي هي العاديه اللي احنا بنعملها. احطها بقى كده في قالب، اي قالب انت حباه. انا استخدمت القالب اللي هو فيه دايره كده من النص، وبطنتها كويس قوي بزبده او زيت ورشه من الدقيق. اهم حاجه بقى كده الفرن يكون شغال كده من قبليها، يكون سخن وحقق درجه حراره 180. هتدخل الفرن على الرف اللي في النص لمده من 25-30 دقيقه. وبعد كده بتطلع معانا بنختبرها بعود خشبي، لو طلعت فيها عجين يبقى لسه مستوتش. بعد كده بقى كده اثناء ما هي بتستوي نحضر الخليط بتاعنا او الصوص اللي احنا هنحطه عليها. ده برضو اختياري، لو حباه اعمليه، مش حباه ممكن تاكليها كده، هي في كل الحالات تحفه جدا. ولكن الصوص طعمه خطير قوي وبيفرق جدا. انا حطيت هنا نص كوبايه من السكر البودر، وحطيت عليها نص ليمونه، او وما تكتريش في الليمون. يعني شايفين الكميه؟ نص ليمونه دوبت لي السكر. طبعا الكميه نص كوبايه السكر لما بنحط عليه اي سوائل الكميه بتقل، فانا زودت كمان نص كوبايه من السكر تاني، وحطيت عليها بس يعني شايفين نقطة من الحليب، يعني نقطة. كونوا حريصين جدا وانتوا بتزودوا اي سوائل على السكر، علشان ما يبقاش معاكم سائل وتضطروا ان انتوا تزودوا سكر بودرة تاني. فشايفين بدأت حطيت كده نقطة. انا حطيت بس ليمون، تقدروا تكملوها كلها بالليمون، او تستخدمي ليمونة كده وتحطي برضو نقطة لحد لما توصلي للقوام اللي احنا عايزينه اللي انتوا شفتوه ده. اهم حاجة ان انت تزودي بس بالراحة علشان ما تسيلش منكم في البداية قوي. ده كده شكلها، ده القوام اللي احنا عايزينه. اهم حاجه زي ما قلتلكوا تاني، ما تزودوش السوائل كتير سواء ليمون او لبن، ما تكتريش مره واحده. بس كده بنركنه على جنب. وفي الاثناء دي بقى الكيكه بتاعتنا طلعت واستوت، خدت حوالي 30 دقيقه. اختبرتها كده بعود من الخشبي كده او خله، بتطلع كده نظيفه. يبقى كده الكيك استوى معانا وبقى زي الفل. اسيبها بقى كده تبرد براحتها وتهدى شويه، وبعد كده نبدا نقلبها ونحط عليها الصوص الليمون اللي احنا عملناه.
بعد كده ما بردت كده ببدأ ان انا كده اقلبها بالشكل ده. يعني هي ما كانتش برضو بردت قوي، على كنت مستعجله عشان التصوير. فبعد كده ايه قلبتها كده بالشكل دوت، وسبتها برضو كده تتهوى شويه من السخونه علشان لما نحط عليها برضو الصوص ما يسيلش معانا. اهي كده بالشكل ده شكلها، شايفين ما شاء الله. الصينيه برضو طلعت معانا نظيفه مش لازقه خالص، ولونها كمان جميل، وهتشوفوا برضو الهشاشه والطراوه، وهي يعني بتتكلم عن نفسها، مش محتاجه ان انا يعني امدح فيها. شايفين ما شاء الله مرتفعه ازاي وهشه ازاي. احط بقى كده الصوص بتاعها، وزي ما قلت لكم بقى الصوص ده تحفه جدا جدا، مزز كده علشان صوص الليمون اللي احنا حطيناه فيه. ففي كده مزازه كده مع السكر، المزازه مع التسكيره دي يعني حاجه كده جميله جدا. ممكن كمان تكتروا كده والصوص وتعملوه كده يعني في بوله كده او سوسيره، ان احنا نزود بيه على قطعه الكيكه اثناء التقديم. بدأت كده ان انا احط عليه الشرايح كده من الليمون كده كتزيين بس، طرنشات كده من الليمون تزيين مش اكتر. وبعد كده بقى هقطعها لكم وتشوفوا قد ايه هشة والجمال يتحدث عن نفسه. شايفين الصوص بقى ولون الكيكة خطيرة وجميلة جدا جدا، ولا الريحة بجد يعني وهي بتستوي ريحة البيت كله ليمون. تعالوا بقى كده يلا نشوف بقى كده، اقطع لكم بقى قطعة منها ونشوف بقى من جوه شكلها عامل ازاي. شايفين اصلا وانا بقطعها طرية ازاي وهشة وجميلة، وهتشوفوا بقى كده لونها عامل ازاي من جوه. بصوا ما شاء الله، المسامات كلها واحدة، مسامات مش كبيرة، كلها متوزعة صح. اهم حاجة ان هي مستوية كويس جدا، واخدة الارتفاع الحلو قوي، فاتحة ولونها فاتح. فضروري جدا استخدموا مكونات زي اللي انا قلتها في الفيديو، امشوا على المقادير بالظبط. البيكنج باودر يعني ليه دور كبير قوي في اللون الهشاشة بتاعة الكيك، استخدموا نوع نضيف. الزيت برضو يكون فاتح، السكر يكون فاتح، وامشوا على المقادير كده كلها بالتفصيل ونفس زي ما قلتها لكم، تطلع معاكم في منتهى الجمال. شايفين قد ايه طريه وانا بقطعها، تحفه جدا. اتمنى ان شاء الله وصفه النهارده كيكه الليمون الغنيه المنعشه جدا جدا تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وصفه جديده. باي باي.